حبينا بالمناسبة الأليمة هذه نتوجه بكلمة إلى الشعب التونسي الأبي، وقولوا له اللي اليوم وقع الهجوم على وحداتنا، وحدات الجيش والحرس والأمن في بنقردان من الساعة 5 صباحا، ولكن هذا هجوم غير مسبوق ومنظم ومنسق، وكان يقصد منه ربما السيطرة على الأوضاع في هذه المنطقة والإعلان على يعني ولاية جديدة. في الحقيقة الشيء اللي نحب الشعب التونسي يفتخر به، وأن الجيش التونسي والحرس التونسي ورجال الأمن والديوانة كانوا على حالة يقظة من العمليات القديمة، والتعزيزات كانت موجودة، وكانوا يترقبوا في عملية مثل هذه لربما مش بالأهمية، لكن كانوا يترقبوا فيها. والمواقف نتاع الهياكل الأمنية نتاعنا كانت في المستوى الشعب التونسي يجب يفتخر باش يقول راهو مؤمن، راهو في أمن، وأن الوحدات في حالة يقظة. وبالطبع من سوء الحظ كما ضحايا يعني في صفوف وحداتنا، لكن الموضوع ما هوش هذا هو اليوم. هذا ننظروا فيه وقت العملية تتم بصفة نهائية، ما نجمش ندخلوا في التفاصيل قداش شدينا قداش ما شديناش، قداش ماتوا قداش ما ماتوش. كل من سقط في سبيل الوطن نحن رانا نتوجهوا له بالتعزية والإعالاتهم، ونعتبروهم شهداء الوطن، بما فيهم أبناء بعض من أبناء هذه الجهة، جهة بنقردان وغيرها. اثنين، احنا نقولوا للشعب التونسي راهم مواطنينا في بنقردان وفي الجنوب هما راهم يعني سند للدولة، وراهم كلهم قايمين بواجبهم، وحطوا يعني حياتهم في خطر باش يواجهوا الحالة هذه، وهذا نفتخروا به. ولازم التوانسة يعرفوا رانا اليوم في وحدة صماء لازم تكون هكذا، ومن يريد أن يخرج عن الصف هذاك يخرج عن نفسه، لكن الأغلبية الساحقة من التوانسة راهم الآن في حالة حرب ضد هالهمجية هذه وهالجرذان هذم، اللي إن شاء الله المناسبة هذه باش نقضيوا عليهم نهائيا. ولذا اليوم السيد رئيس الحكومة اتصلت به في الصباح وزارني وأعلمني على الإجراءات الأولية اللي وقع اتخاذها، منها كونه غلقنا من سوء الحظ الحدود مع جارة ليبيا، وفي الحقيقة الشعب الليبي راهو ما هوش معني بالأمر من هالأمور هذه، ولكن غلقناها. اثنين، مواطنين نتاع بنقردان والمناطق هذه راهو يلزم يعذرونا، خذا زاد رئيس الحكومة إجراءات فيما يخص يعني حظر الجولان، ولا بد باش يقع هكا باش نحميهم من ردود الأفعال، ولربما ثم إجراءات أخرى. والشعب التونسي راهو يلزم يكون مجند، ونحن زاد مجندين مع شعبنا، واذا كان هالاجراءات هذوما ما زاوش لكن هما مش يزيو، لان عندنا اجراءات اخرى كما جاب بها فصل 80 نتاع الدستور. لكن احنا ما وصلناش للحاله هذه. اللي نحب نقوله هو كونه يلزمنا نكونوا في حاله يقظه، راهي بلادنا مهدده، ووقت اللي ثم البلاد مهدده يلزم الناس كليك اللي عنده حجر يلوحها، ونقعدوا الكل متضامنين، وذاك باش نحققوا الغلبة على الهمجية هذه وباش نغلبوهم إن شاء الله. ولهذا نحييوا أولا رجالنا في الحرس وفي الجيش، وكذلك أيضا في الشرطة وفي الديوانة، ونقولوا لهم واصلوا، وإحنا نعرفوا اللي انتم قايمين بواجبكم، لكن راهي الشعب التونسي وراءكم والدولة التونسية وراءكم، وإن شاء الله يعني هذه معناها يعني ما عادش تتعاود الامور هذه، وما عاد نخرجوا من المنطقه هذيك الا من نظفوها ان شاء الله، وفي مناطق اخرى اذا كان لزم احنا ما عادش نرجعوا في الامور هذه. لهذا الشعب يطمئن، ونحييه شعبنا ونحييه رجالنا ونحييه مواطناتنا ومواطنينا، ونقول لهم راهي ان شاء الله تونس تكون بخير.